السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في شرح سورة البقرة. الوجه اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هو احنا مش هنبدأ الوجه من أوله، احنا هناخد آخر آية متبقية في الوجه القديم واللي هي بتبدأ ب يا أيها الناس. وهنبدأ دلوقتي الوجه وهنقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ربنا هو اللي بيكلم الناس، بيكلم العباد كلهم. هنقول يا أيها الناس مش يا أيها الذين آمنوا، عشان هيجي لسه يا أيها الذين آمنوا، بس هنبدأ الكلام دلوقتي بأيها الناس. الناس دي اللي هي شاملة كله، سواء مؤمنين كفار، كل الناس بكل ملتهم بقى. فنقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني أول حاجة انتوا هتاكلوا من اللي ربنا نزله لنا حلال لينا، ربنا أحله لينا الطيب، وفي نفس الوقت احنا مش هنعمل ايه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب الشيطان ده اللي هو ايه بقى؟ عايز مننا ايه؟ هنوضح دلوقتي. هنقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. انه لكم عدو مبين. بنأكد تاني، الناس بتنسى، بتفتكر ان الشيطان ده ضحكة، او بتفتكر ان هو نكتة، او بتفتكر ان هو حاجة كده خرافية، حاجة اسطورية. لا، انه لكم عدو مبين. الشيطان موجود، الشيطان حق، الشيطان حاجة حقيقية. انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. تاني، الشيطان بيأمرنا بايه؟ بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان بقى ايه علاقة دلوقتي ان احنا بنتكلم على ان احنا ناكل من الارض حلالا طيبة وجبنا على طول وقلنا وما تتبعوش خطوات الشيطان؟ الشيطان كان بيجي عند الحاجات اللي ربنا حللها لينا يحرمها، ويجي عند الحاجات اللي ربنا حرمها لينا يحللها. فكان بيغير ده على مدار القرون، على مدار السنين. فيجي يحصل ايه؟ مثلا ربنا محرم علينا ان احنا ناكل الخنزير، محرم علينا ان احنا ناكل الدم. ده الشيطان اقنع الناس على مدار السنين ان هم ياكلوا الحاجات دي والحاجات دي تمام. فلما نيجي دلوقتي احنا ونكلم بقى اللي هم الكفار بتاع قريش دلوقتي، او نيجي نتكلم مع الناس اللي هم مثلا بياكلوا لحمة الخنزير عادي، ونيجي نقول لهم ايه؟ ما تاكلوش لحمة الخنزير. يجي الكلام كالآتي: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، يعني اسمعوا كلام ربنا، ومثلا لحمة الخنزير دي حرام. أنا بديك مثلا مثال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يجوا يردوا علينا يقولوا لنا كده: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لا، احنا بنمشي على الحاجات اللي احنا لقينا أهالينا بيعملوها زمان. احنا لقينا أهالينا وآباءنا كانوا بياكلوا ايه؟ كانوا بياكلوا لحمة الخنزير وكانت حلال قوي بالنسبة لهم، خلاص عادي. تيجي دلوقتي لحد برضه نقول له دلوقتي ما ينفعش الأفراح اللي بتحصل دلوقتي، الأغاني والرقص والبنات اللي لابسة ضيق والحاجات اللي هي ما ترضيش ربنا اللي بتحصل في الأفراح. يقول لك: طب ما أنا باباي عمل فرح ومامتي عملت فرح وخاله وخالتي وعمتي، ويديني أمثلة بأهله. طب احنا مالنا بيهم؟ هم كانوا غلط. في نفس الكلام: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نفس الكلام في الأكل والشرب اللي كان بيحصل زمان. فالرد يجي كالآتي: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ده الرد عليهم. أول ما يقولك أهالينا، طب ما احنا طول عمرنا، طب ما أجدادنا وأهالينا، الرد كده: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. عادي، جايز إن هم ما كانوش بيشغلوا عقلهم، جايز جدا إن هم ما كانوش مهتدين، ما كانوش متدينين. فده مش مرجع، ده مش حجة، ده مش دليل إن أنت تقولي إن أنا بتبع اللي أهلي عملوا. وهنكمل هنا وهنقول: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني ايه الكلام ده؟ وببساطة ربنا بيصور لنا وبيشبه لنا لما بنيجي ندعي الكفار، لما تيجي تدعي الكفار وتقول لهم اعملوا ما تعملوش، حالك بالظبط هم مش سامعينك. شبه الراعي، الناس اللي بترعي الاغنام، لما يجي يقعد يزعق للاغنام بتاعته ويزعق ويتعصب عليهم، هل الغنم فاهمين؟ هل الغنم فاهمين هو بيقول ايه؟ هم الغنم ما عندهمش عقل، مش فاهمين، هم مجرد سامعين صوتك. نفس الكلام حال اللي بيدعي الكفار وبيحاول يرشدهم للطريق الصحيح، نفس حاله، كأنك انت بالظبط زي راعي الغنم وهم شبه الاغنام، هم مش فاهمين. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هم صم، هم ولا سامعينك، وبكم هم ما بيتكلموش، وعمي هم مش شايفينك اصلا، فهم لا يعقلون. هم ما عندهمش عقل يشغلوا مخهم، فهم لا يعقلون. وهنكمل الكلام وهننده المرة دي بقى على الذين امنوا. يا ايها الذين امنوا، النداء المرة دي للذين امنوا. فوق في اول الوجه قلنا يا ايها الناس، ما تدخلش الاتنين في بعض. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. انا دلوقتي هنا النداء للمؤمنين، وبنقول ايه؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من الحاجات اللي ربنا رزقها لكم، واشكروا لله، يعني انا هاكل وبعد ما هاكل هشكر الله، واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. طيب يا رب، اكل ايه وما اكلش ايه؟ ايه حلال وايه حرام؟ انما حرم عليكم الميتة. اول حاجة ربنا حرمها علينا الميتمة، انما حرم عليكم الميتة
والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. تاني، اي حاجه ميته مش هناكلها. الدم ما ينفعش ان احنا نشربه، لحم الخنزير ما بناكلهوش، وما اهل به لغير الله، اي حاجه اتذبحت كقربان لصنم لاي اله تاني ده برضو ما يتاكلش. وما اهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. لو كنت مضطر، لو كنت في موضع ان انت لو ما اكلتش وما شربتش دلوقتي هتموت وهتهلك في الصحراء تايه مفيش اي حاجه قدامك، هنا في الموقف ده ربنا حللها ليك رخصه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. هنا مش هيكون عليك اسم. ان الله غفور رحيم. ربنا برضو رحيم بينا، يعني حطها لنا في المواضع اللي هي الصعبه جدا، اللي هو انا لو ما اكلتش هموت. بقالي كتير ماشي في الصحراء، بقالي كتير على سفينه في بحر ومفيش اي حاجه تنقذني، فانا لازم اكل اي حاجه. تاني، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم. يبقى احنا كده ربنا وضح لنا ايه الحلال لينا وايه الحرام، ولكن في ناس برضو بتحاول تغير او تخبي او تكتم الاحكام والشرائع اللي ربنا نزلها علينا. فهنقول ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، اللي بيحاولوا يكتموا ويخبوا ويخفوا الحاجات اللي ربنا نزلها لينا، ما انزل الله من الكتاب. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، الناس اللي بتخبي احكام والحاجات اللي ربنا وضحها لينا والشرائع اللي ربنا وضحها لينا، هم بيخبوا ده، بيخفوه. ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. أولئك دول مالهم بقى؟ الناس دول إيه مالهم؟ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى أنا دلوقتي لما هاجي أتكلم على عقابهم، إيه عقابهم؟ إيه جزائهم؟ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أي حاجة أنت بتكتسب بيها وبتحاول إن أنت بتتاجر بالدين، بتخبي وتخفي حاجات، الفلوس اللي أنت بتكسبها دي كأنها نار داخلة في بطنك. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. كون إن ربنا ما يكلمهمش يوم القيامة ده برضو نوع من أنواع العذاب. ما هو برضو الناس أهل الجنة مش ربنا وعدهم إن هم يشوفوه ويتكلموا معاه؟ ده في حد ذاته نعيم، ده في حد ذاته لذة. طب ممكن ما تبقاش فاهم ده دلوقتي ولا متخيله، بس هو هناك كون ان ربنا بس ما يكلمهمش ده نوع من انواع العقاب. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هنرجع نشاور عليهم تاني، وهنرجع نشاور تاني عليهم وهنقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. اشتروا ايه بايه بقى؟ هم اللي اشتروا بنفسهم، هم اللي اختاروا ده، اختاروا ان هم يدلوا على انهم يهتدوا. كونهم ان هم يكتموا كده احكام ربنا ويغيروا في الشريعة ويخفوا ويخفوا احكام ويغيروا فيها ويعدلوا، هم اللي اختاروا بنفسهم، اختاروا الضلالة على الهدى، وهم اللي اختاروا العذاب بدل ان ربنا يغفرهم. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. ده هم بقى هيدخلوا النار وهيشوفوا بجد عذاب عند ربنا يولهم. طب ليه هيكون العذاب خطير كده؟ ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق. انت كانك بتتحدى ربنا، يا ربنا ينزل شريعة، ربنا ينزل احكام، ربنا ينزل مجموعة اوامر، وانت من الناحية التانية تخبيها وتخفيها. ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وهم الناس اللي اختلفت في الكتاب وغيروا فيه وعدلوا فيه وكان فيه اختلافات وما كانوش مستقرين دول على حاجة، لفي شقاق بعيد، هيفضلوا طول حياتهم في شقاق في الدنيا وفي الآخرة. وبس، يبقى احنا كده خلصنا الوقت بتاع النهاردة، ونقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.